أولا، هذا الفيلم ليس من روايات الخيال العلمي، وإنما يستند إلى واقع ويستعرض معضلات خفية خلف نظام الكفالة واستغلال العمال الأجانب. فلا يمكن أن نعتبره مناورة ضد السعودية، ولكن ينبغي أن نحتكم للعقل أن هذا الفيلم وعدة أمور أخرى تساهم في أن تصحو السعودية من هذه الصدمة، وتجيب بنفسها على سؤال قائم منذ عام 2017، عندما أصبح محمد بن سلمان سيد أو رجل الحل والعقد في السعودية. هل ذهبت السعودية حقيقة وبنية صادقة نحو التغيير، نحو الحداثة، بمعنى الانفتاح على مجموعة من الإصلاحات لنصل إلى مستوى معقول من حقوق العمال، حقوق الإنسان، حق المواطنة؟ أعتقد كل هذا النقاش يصب الآن: هل يتساوى الأجانب أو الوافدون أو المقيمون في السعودية وفي بقية الخليج مبدئيا مع حق هذه المواطنة؟ لذلك لا يمكن أن نجد تبريرا ونقول إن هذا لا يؤثر. لا، هو يهز كل النظام السعودي، لأنه يخشى الآن على سمعة هذا النظام وعلى رأس ماله اللامادي. ونجد الآن أن مليارات صرفت. ذكرت عملية الترفيه والمشاريع المليارية، بمعنى ميزانية المليارات. هذا لا ينفع في توشية السعودية بصورة الحداثة، لكن الحداثة الحقيقية هي أن ننفتح على العالم ونكرس مبادئ العدالة ومبادئ القانون. في عام 24، وعندما تلوح السعودية بأنها دولة الحداثة والمعاصرة وكل هذه القيم، بمعنى هناك انفتاح وهناك الخروج من النسق المحافظ التقليدي والمتزمت. أرى أن هذا الانفتاح ينبغي أن يكون انفتاحا متصالحا مع نفسه. وإذا كانت نسبة أو مجموع 3 ملايين من العمال الأجانب يخدمون السعودية، على الأقل من حيث ضمان حقوقهم أن يعاملوا على الأقل بطريقة، بمعنى آخر، هل فعلا تمت معالجة كل الجوانب السلبية في نظام الكفالة، أم نعم. انتقينا بعض ما هو رمزي والبعض الآخر لا زال الآن خلف بيروقراطية عقيمة، أي. وبيروقراطية لا تجاري بقية البيروقراطيات في العالم؟ لذلك المسألة هي ترتبط في الأساس: هل هناك منظومة قضائية تحمي العدالة، تحمي حقوق كل من يوجدون على أرض السعودية وأرض الخليج، أم لا زلنا بين فئتين: المواطن والمقيم، والمقيم يبقى خلف غياهب اللا قانون ولا عدالة؟